جوزي عايز يتجوز عليا ومش عايز يطلقني، بيقول انه متمسك بيا. ما تيجوا نشوف المشكله بتقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا مشكله دلوقتي لزوجه جوزها عايز يتجوز عليها، وبتقول ايه بقى الست؟ انا ام لولد وبنت، وجوزي كان متجوز قبلي، معاه ولد وبنت، اتجوزته ويشهد الله ان ربيت عياله كأنهم عيالي واكتر كمان، واتقيت ربنا فيهم، وكان سبب طلاقه من زوجته الاولى انها خالته والله اعلم. خلفت منه ولد وبنت، وبعد 6 سنين جواز لقيته مقرر يتجوز تاني، وانا رفضت. هو حنين ومش مقصر، العادي بتاع اي راجل، وقال لي ان انا كمان مش مقصره معاه ولا مع مامته ولا ولاده في اي حاجه، بس هو حابب يكون معاه زوجتين لاني انا مش بفضله كتير بحكم العيال وشغل البيت، وهو كمان كان جايب بهايم وانا اللي بعمل لهم كل حاجه. ولما اتكلمت معاه وطلبت الطلاق قال لي انا ما اقدرش استغنى عنك، انا متمسك بيكي ولا استغنى عن عيالي، وانت اللي هتيجي معايا وانا بخطبها. لكن انا رفضت ومصممه على الطلاق، بس خايفه على الولاد، خصوصا ان عياله هم بيقولوا عياله هو اللي بيقولوا لي يا ماما ما تسيبيناش يا ماما، وبيعيطوا ليل نهار، بس العروسه شرطه تقعد في سكن بره لوحدها. فطبعا انا اللي هبقى شايله كل حاجه، والله انا مش هستحمل وهو بيتكلم كده، ومتاكد وضامني عشان اهلي متوفيين وما عنديش اخوات وما عنديش شغل وما عنديش فلوس، يعني من الاخر بيقول النهارده بالامر الواقع لاني هروح فين؟ قلت له انا ممكن اموت فيها لاني بحبك. كل الشغل والقرف، لا سوري، مش هستحمل تكون مع غيري، ولا هستحمل ان ابقى شايله كل الشغل والقرف وهي العروسه الجديده تقعد وتتهنى. حرام عليك. قال لي فتره بس، وبعد كده هجيبها تقعد معاكي في الشقه وتبقى ايديها في ايدك في كل حاجه، بس هنفرح ببعض شويه في الاول، خصوصا انها طالبه تخلف منه مره واحده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كده مبدئيا انتي بتقولي انا ماليش اهل، ماليش شغل، ماليش حد، ليكي ربنا سبحانه وتعالى احسن من اي حد في الدنيا. ده اول حاجه. تاني حاجه، لا ما تسيبيش الدنيا. هي كاتبه في اخر الرساله بتقول ان هي قدامها حل من الاتنين، يا تقعد وترضى بالامر الواقع وده ممكن يجرالها فيه حاجه، يا اما تسيبه يتجوز ولما يمشي تاخد عيالها وتمشي من وراه وتروح في مكان بعيد تشتغل وتصرف على الولاد. زي ما قلتلك في الاول، انت قلتي مالكيش حد، لا انت لك ربنا سبحانه وتعالى احسن من اي حد في الدنيا، هو المستعان في كل شيء. تاني شيء، لا ما تمشيش وما تاخديش الولاد وتمشي. ما تسيبيش حاجه انت بنيتيها على ايدك، ما تسيبيش حاجه انت اللي تعبتي فيها. هو بنى ووصل لهنا عشان انت كنتي بتساعدي، مش عشان هو وصل لوحده. هو ما رباش لوحده وما رضاش والدته لوحده وما عملش كل ده لوحده، لا انت كنتي عامل رئيسي معاه. فما ينفعش تسيبي كل ده وتمشي، ما ينفعش. عايز يتجوز واحسن انها تبقى بعيد، والافضل انها ما تبقاش موجوده معاكي اصلا، لان ده في حد ذاته دي حاجه في صالحك انت. هي بعيده، هي مش هتقعد هناك وتتهنى، لا مش شرط، وما تعرفيش اصلا علاقه هتبقى بينهم ايه. اصل الجواز ده بتبقى حاجه الله اعلم بيها، يعني ممكن يكون هو فرحان بيها دلوقتي، بعد كده الموضوع ما يبقاش فرح خالص، مش اساسي يعني ان هو خلاص راح يتجوز وكده. واضح كمان ان جوزك منمر ومتفق وكل حاجه، يعني هو خلاص هو مختار العروسه وهي اوريدي شرط كمان شروطها، فهو كده واخد قراره في كل شيء. وده برضو يعني مهما عملتي مش هتراجعي عنه. سيبيه ياخد التجربه، يا تنجح يا تفشل. ركزي مع بيتك وركزي مع عيالك، ركزي مع نفسك، هاتي 1 أو 2 يساعدوكي. المشكله واضح ان هي فريف
بس برضو مش مشكلة، عادي في الريف بيجيبوا ناس تساعدهم عادي. هاتي واحدة او 2 يساعدوكي. افضي لنفسك، مش تفضي ليه هو، افضي لصحتك، انتبهي لنفسك ولصحتك ولولادك، ركزي معاهم. تمام. حاولي بقى ايه، تاخدي جنب منه هو شوية. خلاص هو عايز يعمل اللي هو عايز يعمله. الوعود طبعا كلها الوعود الكاذبة اللي بتتقال في الاول، اللي هو ايه، طب احنا هسكنها بره شوية اضحك عليها واصلها عروسة جديدة، وشوية كده اما تقدم شوية ابقى اجيبها اقعدها معاكي. لا، الافضل ليكي انك ما تقعدش معاكي. هاتي 2 يساعدوكي احسن. تمام. بالفلوس يمكن حتى ربنا يجعلك مصدر، يعني مصدر رزق ليهم او سبب في رزق ليهم. هاتيهم يقعدوا معاكي ويساعدوكي وسيبك منه خالص، وخليه هو يروح يتجوز، وهو عايز يجيب طفل مفيش مشكله. انتي ما شاء الله معاكي مش 2، انتي معاكي 4. انتي بتقولي انتي مربيه ولاد طلقته وهم كمان متعلقين بيكي. فربنا طبعا يجعل اللي انتي بتعمليه ده كله في ميزان حسناتك. وحاولي تربطي على قلبك شويه، يعني حاولي تدوسي على قلبك شويه. اصل انا بحبه، اصل انا مش قادره استغنى عنه. مادام هو قدر يستغنى، يعني الواحد ساعتها، يعني انت لما تعيشي مع حد في الاخر قدر هو اللي يستغنى عنك، او هو اللي يتخلى، او هو مثلا هو بيقول لك ايه، ما اقدرش استغنى عنك، طب ما هو رايح يتجوز. يعني دايما الكلام متناقض. الكلام مع البتاع ده، اللي هو في مثل مصري بيقول لك ايه، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. هو مش قادر يستغنى عنك، وفي نفس الوقت عايز يروح يتجوز. هو عايز يجمع ما بين زوجتين، مفيش مشكله. تمام. بس هو من جواه، هو بيقولك مش عايز يستغنى عنك، انت من جواكي حاولي تستغني عنه. استغني عنه هو كشخص، ما تسيبيش كل الحاجه انت عملتيها وتمشي وبس كده. لان هي بمنتهى البساطه، هي كزوجه، الزوجه اللي جايه الجديده دي، عايزه اقولك هي هتبقى اسعد واحده في الدنيا لو انت عملتي كده، لو انت مشيتي، لو انت سبتي كل ده ومشيتي. هي جت خدت حاجه ما تعبتش فيها، خدتها على الجاهز. لكن انت اللي تعبتي فيها هتسيبي شقاكي وشقى عمرك لحد تاني. طب ليه؟ لا، خليكي وحاولي هو تشيليه هو كشخص من حساباتك، بس ركزي مع نفسك بس كده. ربنا يصلح لك حالك ويصلح حالنا جميعا. يا جماعه بالله عليكم لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وبعد اذنكم يعني لو مش هضايقكم، لو حابين تشوفونا تاني دوسوا اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.